نفس الليله دايرين يضايقوا في زول الليله بصفق للحركه الشعبيه تضايق الناس دي بس لازم تضايقوا. الهدف شنو؟ وريني الهدف شنو يعني حبيبنا. شنو ماشي؟ لا اوكي هاي بعد شويه كده نمشي دكاننا. بيفتح 9 صح؟ بيفتح 9 صح ولا 8؟ دكان الجمل الجرافيري ده هاي 9 هاي خلاص 9 كده نمشي ما دايرين حاجه دايرين. معلش يا شباب كويس. نفس الزول ده حاصر قطع الطريق بين الدلن والأبيض، قطع الطريق بين الدلن وأبو جبيع، قطع الطريق بين الدلن وكادوغلي، قطع الطريق بين الدلن والمجلد، المناطق اللي من حولها. حاصر المواطن، قتل المواطن، مات جوع المواطن. نفس الزول في زول بيصفق له، في زول بيقول لهم امرقوا تعالوا محلات الحركه الشعبيه الان الامور طيبه. وصل البصره الواحده في الدلن بيقسموها لاربع قطعات، الناس بيشيلوها بالقشر ياكلوها عشان بس الفيتامين بتاع البصل. بصله الزول في زول بيصفق له لحد يوم الليله. لما جات القوات المسلحه وشرفاء جبال النوبه حرروا المناطق دي ودخلها الامان، في زول الان واقف مع الجنجويد عشان يقطع الطريق، في زول هسي واقف مع المجار مدل عشان يقطع الطريق، عشان يجوع الناس، عشان يعطش الناس حتى في شهر رمضان. وهو من وين؟ من اصول جبال النوبه. واقف مع الناس دي عشان شنو؟ عشان خلافه مع شنو؟ مع منو انت خلافك؟ انت خلافك مع منو؟ لو جينا نظرنا للمعتمر الوطني اللا وطني ده كده نجي نشيفه ونشره. لما جاء المعتمر الوطني قبل المعتمر في 87 88 89 ما في جامعات في كردفان، ما في اي جامعه في كردفان. اكبر كانت المدرسه الثانويه خورطقه، ولا في جامعه بتاعت المجلد، ولا في جامعه في بابا نوصه، ولا في جامعه الدلن، ولا في جامعه بتاعت كادوغلي. ودي جامعات الليله كادوغلي فيها جامعات والدلن فيها جامعات اكثر من جامعتين، وفي جامعه الدلن الرئيسيه. خليك من المعهد العليا. لما جاء المعتبر الوطني ده مسك البشير قبل يعمل الحزب ده كحركه اسلاميه. لما مسكوا افتتاح كان في جبال النوبه في جنوب كردفان، محافظه تلودي، كولوجي، رشاد، ابو جبيهه، كادوغلي، الدلن، امبريمبيطه، لقاوه، قيرة، مناطق دي كلها اللي بيكرت ابيها. خشاها الامان، خشتها التنميه، خشاها التعليم. فين ده؟ قال لي جامعه ابو رهف. يا اخي ابو التهد انت ايام مرضان ساكت. ابو التهد ابو التهد ابو التهد انت مرضان، ما ده المرض ذاته. كويس؟ التعليم انتشر. ثم ولايه شرق دارفور الضعين جامعه، كليات. جنوب دارفور جامعات وكليات، غرب دارفور جامعات وكليات، وسط دارفور جامعات وكليات، شمال دارفور جامعات وكليات. تنمية ما شفل. رغم ذلك ضغطت الماسونية الدولية عشان تسق الشعب السوداني
وبواسطة المشروع العربي ده لقوا نفس، بيقوا بدمروا في الحاجات الماشية دي. السودان ما يمشي قدام. أي زول عنده مشروع، العرب عندهم مشروع براو، والدولة عندها مشروع كدولة. وللأسف الدولة أحملت، أنا علينا لو عندي السلطة في الدولة أي أيديولوجية بتاعت أجسام بالدستور والقانون ممنوع. أي أيديولوجية تقوم ضد إسنياد شغل بتاع مكونات بمنعه عشان مصلحة السودان. لأن السودان أولا، سودان قبل قبيلتي وقبيلتك، سودان قبل كل شيء، سودان يسعى للجميع. ده المرحلة دي الدولة فشلت فيها، فشلت في إدارتها، وجزء منها اتكونت في داخل الحكومات. وعلى الأسف الليلة بيجي زول من الحركة الشعبية بيتكلم أن الجيش السوداني، وما بيتكلم عن برمناصر اللي كان أصلا المسؤول من المشروع العربي العنصري. الزول الأمر المشروع والوقع المشروع، والحكومة في الزمن ده ما ماسك الجيش. 88 89 ما ماسك، 87 88 ما الجيش كان ماسك، كان ماسك صادق المهدي. ما حملوا المسؤولية لصادق المهدي وحزبه، حملوا المسؤولية للجيش السوداني. الجيش ذنبه شنو في الزمن ده؟ انت بتعرف الجيش الزمن ده الاحزاب السياسيه دي اشترتهم المخابرات البريطانيه والامريكيه. الجيش ده كان وزير الدفاع بتاعه كان بيجيب له ذخيره فشنكيه عشان يموت. والله العظيم، والله وتالله هم حاكمين وهم ضد الدوله دي عشان تتقسم، لانه كلهم تابعين للماسونيه الدوليه، تابعين لابو نجمه كده كلهم. ثم حتى الاحزاب السياسيه هي السبب ان الثورات ما تنجح. جزء منها بيتفصل، جزء منها بيكون حاكم، وجزء منها بينشق بيمشي بيقف مع الحركه الشعبيه، وبيجوا تاني بيعملوا الديل مع البشير او بيعملوا الديل مع صادق المهدي. الليله انت تقبل برمناصر حليف وترفض وزاره الدفاع جمهوريه السودان، كما قباوه. لو جينا نظرنا لحزب الامه كله بيعبر مناصر ده، بيعبر مناصر ده، جينا نظرنا له كده، هل حزب الامه فيه كل الناس؟ ما فيه كل الناس، لانه القياده المركزيه بتاعت حزب الامه يا من القبائل العربيه يا من آل صادق المهدي. انتهى. يا مشروع جهينه مع احترامنا لشرفاء القبائل العربيه، يا مشروع جهينه يا آل مهدي فقط، وهي آل المهدي. المرقني نفس الشيء، الحزب الشيوعي نفس الشيء. الحزب الشيوعي كمان أكعب، لأنه أنت بتعمل دستور ونظام أساسي ما بتطبقه، بتخطه كواجهة تجي تقابل به الشعب السوداني وتهدي التشقى شغل تاني. الشيوعيين بيتكلموا عن الدولة الاشتراكية. الدولة الاشتراكية دي في قاموس الشيوعيين الحياة دي شراكة. القيادات بتاعت حزب الشيوعي في السودان الواحد كلهم أغنياء، الواحد عنده عمارة كاملة بين 5 طوابق، ساكن هو وأسرته بس. أولاد الميقومة ما لاقين طقة، أولاد الشوارع ما لاقين طقة. هو ده الاشتراكي ده المفروض الشقق الفوق ده كلها يوزعها للناس النايمين في الشارع، لأنه ده الدستور والنظام الأساسي هو الوضع للشعب السوداني. أما قسم الشيوعي بريايل ده اللي كان بيسجنوا عمر ده الباشمهندس ده اللي بيجي بيتكلم كده، هو ما في زول بينزل معاش، زول بينزل معاش في الاحزاب السودانيه، ما في زول بيقول هسه برمناصر المفروض يكون نزل معاش سنين، يكون نزل معاش صح؟ لا ما عندنا زول بينزل معاش. صادق المهدي 90 سنه 93 سنه هو الرئيس لحد ما مشى القبر هو الرئيس. الترابي لحد ما مشى التراب هو الرئيس. المرقني يا من ده عمره 100 الا 7 يوم، 100 الا 7 يوم.
93 عام هو رئيس حزب. من يوم ما ولده عملته الموساد دي، ولده كده ولد مبارك تابع لابو نجمه ساكن في مصر. ابو نجمه مرتبه من تل ابيب دريك هو وصل له، وخلي المخابرات السودانيه تقول لي انت كذاب. جهاز امن الدوله، انا ما قاعد اتكلم عن زول، جهاز امن الدوله اللي يطلع يقول والله حامد ده طلع باي تسريب، انا بفهم الكلام باي تسريب طلعوا يقولوا كلام ده انا كذاب. مع اولاد مرقني، اولاد مرقني تابعين ناس النجمه ومرتباتهم من تل ابيب دريك. الكلام ده انا بقوله بالوضوح كده. وهنا لما نتكلم ده كلام بتاع ناس كبار، انت ما هتفهم، ما هتفهمه انت، وده ما افتراء. زي ما قال علاء الدين بيقول لك والله يا اخي الجيش ده في ناس بيقولوا سيحق ابوهم كده. علاء الدين طبعا طلع ردمنا كلنا. استاذ علاء الدين دلدم. امس انا قلت له يا اخي والله لو دار ترجع لاخونا علي مرقني ارجع طوالي قناه الزول. زي مره برضه طلع قال كل الله فاتيه الداعمين للجيش ديل قال كلهم منافقين. لا لا الدين قال كده. ليه منافقين؟ قال كلهم بيرفعوا الجنجويد عشان اللايكات وعشان يلقوا شغل وناس عواطليه. لما انا كلنا وانا يوم واحد ما رفعت جنجويدي، جنجويدي كان جاي هنا قاعد انزله، ما قاعد احاور الجنجويد. معروف انا قلت انا ما حاور، لو بحاور كان حاورت ناس اسمها عمليات. والله المنصه ده حسي لو داير احاول الجنجويد اجيب اجعص الجنجويد. اليوم ما انت ما شفتهم ذاته اجيبهم لك هنا ده جارين جري زي ده جري كتني يوم هنا. لكن لا، للامانه والتاريخ نحن اي زول مشى الدعم السريع ده حتى لو ابن امي وابوي مارقين من رحم واحد ده طرفي منه، حتى ما يتوب يرجع الى الله سبحانه وتعالى. انتهى البيان. وده انت ما بتعرفوا، ما بتقدروا عليه، ما بتقدروا. والله ده اخوي الكبير وده عمي وانا ما ممكن، وده الاسره وده ولد خالتي وانا ما ممكن. انا الكلام ده ما عندي يا صاحبي، ما عندي. ما عندي والله ما عندي. انت جنجويت عايز خلاص، انت قحاط يا عايز خلاص يا صاحبي. ما عندي ما لا لا ما السياسه. زول اللي بيمشي بيسرق وبيغتصب وبينهب وبيقتل وبيتعامل على الدوله وبيجيب كولومبيين من برا بيتعامل على الشعب السوداني، بيبيع الفتيات، بيشارك حتى لو ما هو واقف في البيع، هو ناصر الناس ديل اللي بيشتروا واللي بيغتصبوا واللي بينهبوا. حتى لو امي او اخوي او ولدي ده او اخوي المشى شارك ده ما سرق، ايمانه بالمشروع السرقه والقتل مسانده. انتهى البيان. هنا انا ما بتفق معه. انا بهمني انا والله ما سرقت، انا ما قلت لك انت سرقت. انت ناصرت الحرامي ولا ما ناصرته؟ ناصرته. طيب التستر للقاتل جريمه ولا ما جريمه؟ التستر، انت الليله شفت زول قتل او زول سرق، شفته كده زول حرامي هون لو سرق ويسترت عليه ما اتكلمت. الحاج شال الكوز ده منو؟ شال الحاجه دي من هنا منو؟ يا جماعه ما في زول شاف عندي حاجه هنا. انت شفته طبعا وشايف الزول قاعد، لكن انت ما تقول. سكت ساكت ما داير تقول جريمه ولا ما جريمه. سؤالي ليك انت شوف نفسك عشان ما تقول لي انت قاصد. انا ما داير انا ما داير استضيف اي زول. الناس اللي هسه موجوده عشان برضو الكلام ده ما يجي يقول والله فلان وفلان كان معه وكده. انا داير اقول رايي، اديني انه مو انا اقول رايي. انت داير ترد رد، انا ما عندي شغله. انت رد، اعمل منصتك رد. من حقك رد، ما انت قلت رايك، انا برضو بقول رايي ودعنا الراي. الله اكرم يا فيصل، رمضان مبارك علينا وعليك ان شاء الله. كويس.
انت سترت على الزول لا وانت ما تكلمت، انت شايف الحرامي. طيب هل انا بقبل إن كانت والدتي حيه والدتي ربنا يرحمها يغفر لها، الراجل يجي يعتدي على امي، يشيل ممتلكات امي؟ ما بقبل. هل انا حامد يعقوب ده بقبل انه اخواتي اولاد امي اولاد ابوي زول يخش عليهم حتى هم الزوجات كلنا الحمد لله رب العالمين؟ بقبل؟ ما بقبل. هل انا حامد ده بقبل الليله في زراعه جدي في مسقط راسي في دار الفلاته دي وحاكوره معروفه، بقبل زول يجي يخط فريقه في داخل زراعه جدي؟ انا جدي زول بتاع زراعه، احنا عندنا دنكوت كامل زراعه، بس جدي ده زول بتاع زراعه، ما عنده بقره كده بسوقه كتك كتك بيمشي الا لكن ابهاتنا وغيرهم وغيرهم دي وباقي الاخوان والخيلان دي كلهم ما عنده بيجوا زراعه في المواسم. انا ما بقبل. طيب هل بقبل انا حامد ده زول يجي حاكورة الفلاته دي في جنوب دارفور، من شمال دارفور ولا من شرق دارفور ولا من جنوب دارفور ذاتها، عشان يقتل الناس ويشيل الفلاتيات ديل مثلا؟ يعني خلاص لو بقت بالعنصريه كده بالقبليه كده ما بقبل. طيب انا كيف ضميري يسمح لي انه زول يمشي يشيل يطلع من تلوز دي من دار الفلاته دي يناصر علي دقلو يمشي يقتل المساليت في عرضه في تاريخه في قمه عظمه اجدادهم الدافعوا عن السودان اذا قلناها بالقبليه بس؟ ليه؟ هل في الجنينه دار اندوك في سلطنه دار مساليت ما في فلاته عايشين اكثر من 2000 عام مع المساليت؟ في ولا ما في؟ في. قاعد تحت فرشاية منو؟ المساليت. هل تم طردهم؟ هل تم منعهم من الرعاة؟ هل تم منع الفلاتة في قربنا الحبيب في الجنينة بالذات في دار اندوك سلطنة دار مساليت؟ هل تم منع الفلاتة من الزراعة؟ لا. هل في فلاتية أو فلاتي موجود في المعسكرات؟ لا. في فلاتي شالوا بقروا بالرجالة ودفنوا أو أولاده أحياء في دار المساليت؟ لا. طيب لماذا يشاركوا أبناء الفلاتة يمشي يقتلوا المساليت؟ إذا مسكناه بالقبيلة أنت ما هتفهم كلام اللي بقوله ده. ليه أنت مشيت من تونس عشان تقتل المساليت في دار مساليت وتدفنهم أحياء، وأنت عينك بتشوف الناس دي دفنوهم أحياء أحياء دفنوهم. زول بيقول أدفن أخوك، أدفن أخوك وأدفن نفسك. منو فيكم اللي ما شاف الفيديوهات؟ كلامي لابناء الفلات الحسي قاعدين يقول لك والله هو كان كنا ويدا أن بس كان كنا توكي بالي ما أكوبين كان كنا أصلا وتوكي برهان بس. لا 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 لا. مين متوكاكي نتو؟ متوكاكي تبو متوكاكي نتو متوكي الله. أنا تابع لله ده بس ما تابع لكلمة الحق، لا تابع للبرهان ولا تابع لمني ولا تابع لأي زول. أنا تابع لكلمة الحق. أن ما بتقبله في أهلك وفي بيتك وفي عرضك ما تقبله للآخر. ليه أنتوا طلعتوا مشيتوا حاصرتوا ناس الفاشر؟ كم أكثر من 8000 من أبناء الفلاتة قتلوا وسحقوا في الفاشر. 8000. رأيك شو؟ جزء منهم بنعرف حسبهم ونسبهم. رأيكم شو؟ بناني انجقم وين؟ بناني انجقم في الفاشر وقلنا له إلى جهنم وبئس المصير في داخل جروب تجمع قيادة تونس. طلعوا ناس جد صالح حسين أولاد أخواته أولاد خيلان أولاد ناس طجت في الجروب. قلت لهم شوف أنا الجنجويد ديل أي زول مشى للدعم السريع ده ما عندي واحد ده طرفي منه وكمات ما بقول لكم إن شاء الله إلى جهنم. اللي بقولوا في الميديا برا للناس التانيين بقولوا لأهلي. تقبل ما تقبل ما عندي معك شغله.
أمي أخو أبوي داود عبد الرحيم الهسي قاعد بليده ما أمي. لما ماشيين بيقول لها شنو؟ كتيلة دارين نتغمهم. والله اسال داود بلي اساله هسي قاعد في تونس اساله اقول لك انا زي قال كلام كده كده اقول لك الكلام ده صح. دار نتغموا سيد الاحداثيات زط مرق بوجوبه عمل لي رساله قال لي مرقنا بوي قلت له عمي والله دار نجغمكم ما قاعد اكذب طبعا جغم. عمي فرقه شنو من عبد الرحيم ده قولوا لانه بناصر وبعدين عمي ده عمي اخو ابوي مع ابوي يا الخالات اما حاتم اشقاء. عديل كده وجدي ابو ابوي خال ابو الوالد الله يرحمه خاله شيء امه في اقرب نسب اكبر. منو فيكم بيقدر بيعمل الكلام ده؟ وريني حسي منو دج اتحداكم الا درموت وجودات حفظهم الله. ومحمد ابو الدهب بالمناسبه فارس الود ده اخونا محمد ابو الدهب ربنا يمته بالصحه والعافيه حبيبي وصديقي. السلام عليكم يا اختي زيك ان شاء الله طيبه يا رمضان مبارك علينا وعليك ان شاء الله. كويس هل بيقدر بيعمل الكلام ده من؟ ليه؟ ما اسره ما رحم. لكن يا جماعه النضال يختلف. انت عجيب مع الحق. عمي ده معتمر وطني نوع شفته وانا كنت ضده والله في صالحه دي. عمي داود هسي الحقيقه قاعد لما عمي جده الله يرحمه كان بيعملوا له عمليه بتاعت كلى في صالحه دي انا ببيت بالليل وهو بيجي بالصباح بغيرني يا هو بيت في مستشفى بتاعت احمد قاسم بالليل وانا الصباح بيجي من صالحه بغيره لحد ما عمي جده فارق الحياه. لما نجوا في البيت يوم كده لو الجايزه صدرنا من الشباب وربنا يمتعهم بالصحه والعافيه انا وهو لو قاعدين في البيت في الصالحه لو قاعدين في البيت مع عمي ادريس هو خاله شيء امه يا لبهاد مع امه او يا الاي خاله كويس. لو قاعدين سوا نتكلم هو معتمر وطني وانا ضد المعتمر الوطني. معتمر وطني ده شفته لو انا ما دايره بكفرنا عديل شدد ما هو كوان معتبر شنو معتبر وطني. من الناس الوحيدين في تونس اللي كانوا بيستنفروا الشباب لما البشير يكون جاي شنو جاي نياله عليك دينك وايمانك. في فلولي اكتر من عمي ده كده وريني بس في فلولي اكتر منه زول في الامن الشعبي الامني فلول اكتر من ده فيها يا جماعه. يقول لك لا احنا الان ضد الفلول. هو فلول ذاته هو ذات الفلول ان الله خلقه يا اخي اكعب من الامن الشعبي الامن وامن القبائل ما في ما في. ده عمي اخوي انت بتقدر تعمل الكلام ده ما لما نتكلم في عبد الواحد انت بتجي لعبد الواحد عشان قبيله هسي بعد شويه يطلعوا ناس ديروين ويطلعوا منه كده يقول لك ويجيبوا صورته وناس حنان فلاتي وبابا. يا اخي يوم واحد ما ردنا لزول لانه احنا اكبر مما نرد لبني ادم لانه السياسه كده. والله يا سيما انا قاعد افجق الناس فبيجوا بيفجقوني مرات بيجوا يقول ومرة تبدأ ما مشت وانت جبتها وفاتت يعني شنو ما نيرت قلت لك زيك كده صعلوقه زيك كده جبتها ومشت ما خليتها هناك للرجال جبتها انا راجل جبتها بعد ما قطعت البحر ده جبتها لكن ما صبرت مشت. والله ما قاعده في بريف داسي ممكن قاعد اشوف اللايف ده انا ما عندي حاجه لزوم. انا نظامي الاباء يوم ابا 100 سنه وقع عليك الكلام ده وقع عليك ده لازم تعرفه. يجوا يقول لك والله يا اخي هو حامد ذاته ما جينا ومرته خدناها في البلد هناك واشتكتوا ايه قاعدين في بريف هنا بيبي التاسع عمره 10 سنه ماشي في 11 سنه عشان يسكتوك. منو كان بيعمل الكلام ده؟ بيعملوا اولاد اعمامي انا لازم بيرسلوا لهم اشواق لازم عشان انا مختلف معهم هم في الجنجويد والجنجويد حرامي انا الصابين يعني ناس نزل لي وانا نزل لك هسه الزير سالم ده
الزير من هسي قاعد ده نحن بنعرف حسبه ونسبه. زير سالم ده شغال شو؟ زير سالم ده شغال بتاع بنكك. كان اللي بيتصل الناس، شفت لك خيره وشفت لك كده وجاني الرؤيه وجاتك كده، وناس كانوا زمان بيحلبوا الناس ببنكك. اقسم بالله العظيم كلام بنقول نحن واضح يعني. حرامي حرامي اللي حرامي. معلش يا جماعه ما قاعد اعمل لايف مشترك، الناس اللي بتقدم لي لايف مشترك ما قاعد اعمل لايف مشترك، ده قاعد بس يا جماعه كده. دقوا الشير يا جماعه حقه الحدث ده فرد، دقوا الشو ولا شتتوا يا وينكم انتوا؟ اسد ساكن ما في؟ ها؟ قالوش قال لي قسي، قالوش قسي بتاع شنو مشروع عربي يا زول، قالوش اقعد تحت عصر تحت يا صاحبي. انت بقول المصيبه الاكبر ما انت المصيبه الاكبر ذاته قالوش. قالوش الليله يجدني، خليني اقول لك قالوش ده طبعا يا جماعه في يوم يعني علوش ده هو الناطق الرسمي للمشروع العربي العنصري البغيض. اتشتت الشعب السوداني يوم انا وهو في قلت له شوف في كلوب هاوس هسه ده قاعد. فهمت؟ انا ما برفع جنجويتي ما قاعد احاور مع جنجويتي، اقول تحت الكتابه ما تكتب. قالوش قلت له قال لي نحن حنكون خلف حميتي، والمشروع الجهينه اللي بتابعه ده نحن الان اكثر مننا ما في، وهنحكم السودان. قلت له والله شوف مشروع بتاع جهينه ده لو انتوا بس اتمردتوا ضد الدوله دي وحكمت السودان، قلت له شنبي ده بجزه. وهسي ليك انت ولدكتور صديق الغالي ولتراجي مصطفى طبعا الاسم ده السمساريه بتاعكم تراجي مصطفى قول لا حامد يتكلم عنك هسي يكلمه. انا ذاته عندي تليفون اخليها تدق لي في الواتساب بقى عليك. هسي كيف هسي علوش بيجي اختفى طبعا. كان خلاص افتكروا خلاص هم مسكوا الخرطوم والمشروع الحزام العربي نجح ونحن كجهينة ونحن كفزارة. اكبر عنصريين قبليين نتنين تدمر الشعب السوداني. فشوف الزول اللي بيمشي من دار الفلاتة دي بيقتل الناس في الفاشر، بيقتل الناس في دار الزقاوة، بيقتل الناس في وسط دارفور. ده انا ما حتفق معه اطلاقا، ما بيمشي بيغتصب بينحب في بنات رجعوهن ابناء الفلاته من الكاميرون لهد مرموسهم من الكاميرون. شرفاء رجعوا بنات السودانيات من الكاميرون لهد مرموسهم. وقال لك الكلام ده منو اللي بيقبل امه يسرقوها او يمشوا يعتدوا عليها؟ ما في. ولا علوش القاعد ده ولا بقبل انا ذاته يا علوش كونه تحصل حاجه لانثى من اسرتك، لا ما بقبل. فشوف المفارقه دي لو نظرت لابناء القبائل العربيه في دارفور بالذات في جنوب دارفور، جنوب دارفور مكه المشروع العربي العنصري، محل الحكام اللي بتقني من زمن البشير، من زمن صادق المهدي للبشير، اللي بتقني بتقول الطير ما بياكل الرمم بياكل خصيب. يا حلال الجنجويد ميتم شهيد وحي مستفيد، جابوا لي بقره من دار العبيد بشرب منها الحليب اليوم الليله، سواء كان في الكاتم سواء كان في السنجق سواء كان في اي حاجه لحد تاريخ الليله. المشروع ده الناطق الرسمي حقه علوش الهسي ماشي ده. وده بعد ما يتعزز الجهينه وجات حبت في عام 2013، حبت جات في عام 2013 جابوا فيها مجارمه من ابناء الفلاته، من ضمنهم ابو بكر كييمه واخونا الثاني الدكتور احمد ابو شنب، البروف احمد ابو شنب. مجارمه مشوا في المشروع العربي ده، مشوا في المشروع العربي ده ضد القبائل الافريقيه. اذا نظرنا في عام 2003 الاداره بتاعت الفلاته في الناظر احمد السماني الله يرحمه رفض للبشير انه الفلاته يشاركوا في العباده الجماعيه، قال ما في فلاتي ولا في دار الفلاته بكون في جيش، وما في جيش في دار الفلاته لحد تاريخ الليل الا الجنجويد الجواسي دي. زمن البشير دار فلاته كلها كحاكوره فيها فصيله واحده بتاعت جيش في تونس فقط، وما في معسكر بتاعت نزوح.
أي ناس الجو من قريضة، الجونا من سرقيلة، أقصد من النظيف، الجو من التور، من تهمة، الناس الجاد من جليزان، من بقاقة، الجنوبي ده لحد الردوم، الناس الجاد خشت دار الفلاتة. الناظر أحمد السماني البطل الله يرحمه قال لهم ما في زول في دار الفلاتة دي يعمل محل بتاعت خيمة، طوالي أمره في الأرض كما تشاءون، ما في ماسكر، لأنه الأرض للجميع. ده كلام كان جميل، ناس انتشرت، لو حصلت لك أي حاجة محل ما أنت قاعد طوال الإدارة الأهلية مسؤولة منك. يا هون ديل هسه أهلنا كلهم قاعدين، وديل أهلنا، ما بنقول قبيلة الفلانية ولا ديل أهلنا، ما في إطلاقا، ما في الجبق أنا مايته بقى أنا مايته. الناس الشردت والرفضت لما خافوا، في ناس مشوا كلمة خلوا بهايمهم مع الفلاتة موجودة لحد يوم الليلة، واحد في كلمة بقروا قاعدة في دار الفلاتة ماسك لون الفلاتة ده لحد تاريخ الليلة، بياكل منها وبيشرب منها، ودي حاجة جميلة لأنه هو ما شايف البلد دي ممكن تكون آمنة بالنسبة له، وده طبعا حق مشروع، ده حق مشروع. شوف جنوب دارفور دي، انت كمواطن قاعد من الشماليه او من الجزيره او من جنوب كردفان او من الشرق او من الوسط، ده اشرح لك. نحن عندنا ولايه في جنوب دارفور، ولايه كامله، الولايه دي مقسمه ب3 مراحل من زمن البشير لحد تاريخ الليله. جنوب ولايه جنوب دارفور حاكوره الفلاده، حاكوره الحبانيه، حاكوره الرزيقات، حاكوره التعاشى، حاكوره البني حلبه، حاكوره القمر، 5 حواكير. الباقي ديل قاعدين في نص الحواكير دي، ما في زول تاني عنده حاكوره اطلاقا. الحواكير دي من زمن البشير، والعبادات الجماعيه في 2003 لحد يوم الليله ما فيها ولا معسكر واحد. الناس راضعه، بقرتهم راضعه، قنواتهم راضعه، مدارسهم قاعده زي ما هي. تعال شمال جنوب دارفور وشرق جنوب دارفور وغرب جنوب دارفور، مناطق أهلنا الفور وأهلنا الداجو وأهلنا البرقد وأهلنا التنجر وأهلنا الزغاوة تم حرقها تماما. من أين كانت تجي الخيول؟ الخيول كانت تجي من جنوب دارفور ومن شرق جنوب دارفور. 1000 جواد، 2000 جواد، 3000 جواد. حرق وسحق وإبادة. لماذا؟ ليه؟ لأي ذنب قتلوا الفور؟ لماذا قتلوا الداجو؟ أهل الكرم والجود، والفور أهل الكرم والجود، والمساريد أهل الكرم والجود، والزغاوة. أنت اللي بتمشي لحد دار زغاوة بتستنفر من جنوب دارفور دي، من دار الحبانية ودار الفلاتة ودار التعاشى ودار الحبانية، بتمشي تقتل الناس في أمبرو وكورنوي عشان شنو يعني؟ ليه يعني بتمشي؟ يقول لك دي الفلول الرسميين عندكم انتم. كل الناس اللي حكموا مع المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه والدفاع الشعبي وامن الشعبي من القبائل العربيه معروفين بالاسم، ومن البقاره ابناء الرحل نقولون كلهم، كل الرحل سواء كان فلاته حبانيه تعايشه سجم الا من رحم الله. الليله يجي يتكلم لك يقول لك لا انت كنت بتمشي الفاشر لشنو يعني؟ دار عارف يعني. هل الزغاوة والفور والمساليد هجموا برام؟ لا. هجموا تولس؟ لا. هجموا رهد البردي؟ لا. هجموا اد الفرسان؟ لا. انت اللي بدك شو؟ يقول لك النواب الزرقة دي كلام واضح كلكم سمعتوا، ما كلام مدسوس. الناس اللي قاعدة في السجون أكثر من 11,000 امرأة الآن موجودة في السجون، أكثر من 11,000 امرأة زنجية موجودة الآن في السجون عشان هي أفريقية. أتحدى الدعم السريع كله والمنظمات الدولية والمخابرات العالمية وحقوق الإنسان والطفل والمرأة يخش السجون يلقوا مرأة عربية مسجونة، ما في، ولا مجنونة ما في. ليه ما في؟ يعني هل أن القبائل العربية كلها نساءها شرفاء نبلاء؟ وهل أن كل الأفريقيات هن ديل ربنا ابتلاهن أنه يكون هن المجرمات؟ نو. السجون مليانة مضججة بأطفال أبناء القبائل الأفريقية يموتوا جوعا كل يوم في السجون في دارفور.
أكثر من 160 ألف فرد مسجون. خليك من كمية الرقيق الموجودة في دارفور الآن. في شرق دارفور أكثر من 3,000 رقيق عبيد جايبينهم في البيوت، أكثر من 3,000. في بيوت في الضيعين دي بيت واحد عنده 3 خدامات في الضيعين دي. أتحداكم ولو دارين صور وفيديوهات نجيبها لكم، لكن سلامة للناس دي، سلامة للشرفاء منهم، ما بنقدر نقول في بيت الفلان، لكن عملنا اللي علينا. لكن الكلام ده داير نوضحه لك هسه. عملنا اللي علينا وهنعمل أكتر، لأنه ما دي ما حاجة أنت تجيبها في الميديا، لأنه بتضر البني آدم ذاك. منو فيكم في الضعين دي بيقبل أن أخته ولا بنت أخوه ولا ولد أخوه يكون عبد وعبد؟ منو؟ وروني كده بس، ادوني بالمنطق كده، منو اللي بيقبل كده؟ هسه انتوا اللي قاعدين ده اللي بيقبل منو؟ اللي بيقبل منو يعني؟ طيب هل انه ده حق ولا باطل؟ ده حق ولا باطل؟ لا نعرف يعني، ده بس حق ولا باطل؟ هل يجوز؟ دقوا اللايف ده يا ما تعاينوا ليه؟ عشان كده قبل لما بديت اللايف ده قلنا لك نحن ما قاعدين نتفق، والحرائق اللي بتقوم في المعسكرات، النزوع والابتلاء الرباني، حتى لما نمشي المعسكر ربنا بيجيب هوا بيشيل العفش ده كله بيشيله برا. لازم نراجع انفسنا ما هو الخطأ الجسيم اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى قبل الجنجويد. ده الكلام اللي انا بديت به.